أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم، وعن والدي وولدي، وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيد صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشيائه والذابين عنه، واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره. فالصف الذي نعدت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. نهنئكم جميعا ونهنئ أنفسنا بيوم الولادة، ولادة الإمامة وولادة الولاية، وهو يوم الولاية ويوم الإيمان ويوم الإمامة ويوم الحق ويوم الأخذ بالثار إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا من النعم المتواصلة التي لا تنقطع أبدا، والذي شرفنا بأن نتحدث إليكم مرة أخرى وننتصر مرة أخرى للسيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. وللسير في خط الإمام سلام الله عليه، ولتمييز الحق عن الباطل، ولمعرفة الدليل بالأسلوب العلمي الشرعي الأخلاقي، ولتهذيب النفس ولتكميل الفكر ولصيانته من الانحراف. نشرع بإعطاء البحوث الأصولية، ونبدأ بما بدأ به السيد الشهيد الصدر محمد باقر رضوان الله عليه. كما ورد في دروس في علم الأصول. ويكون موضوع اليوم كما يطرح في البحث المطبوع الذي ربما يعطى عنوان الحلقة الأولى، وبعنوان التعريف بعلم الأصول، وبعد ذلك
يعطي عنوانا آخر وهو كلمة تمهيدية، ونحن ربما نعطي عنوان نقول الفقه أو الفقيه أو عمل الفقيه أو عنوان من العناوين. لكن نريد أن نبين في هذه المقدمة ما هو الفقه وما هو عمل الفقيه، ولا بأس بأن نعطي بعض المقدمات المستفادة من طرح السيد قدست نفسه الزكية، ولا بأس أن أشير إلى السيد محمد باقر رضوان الله عليه خلال البحث، وإذا بقيت الحياة إن شاء الله سنشير إليه بعنوان السيد الأستاذ. أو لنقل سيدنا الأستاذ. فنبدأ بمقدمة. كما يعلم الجميع أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لغرض أو لأغراض أو لحكمة، ومن الحكم أو من الأغراض هو العبادة لله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا من أجل العبادة، إلا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى. ولأن قانون العبودية متحقق، أي أن العبودية لله تعالى الرب المطلق، فإن هذه العبودية تفرض علينا امتثال أحكامه سبحانه وتعالى بعد معرفتها. يعني لو جعلنا الكلام على مقدمات فتكون هذه المقدمة الأولى عندنا، يعني ربما تطرح بهذا الشكل. نقول العبودية لله تعالى تفرض علينا عقلا امتثال أحكامه بعد معرفتها، أو تفرض علينا عقلائيا امتثال أحكامه بعد معرفتها. ومقدمة أخرى أيضا نضيف في هذا المقام، نقول إن الأحكام الشرعية هي تشريعات صادرة من المولى جلت قدرته لأجل تنظيم حياة الإنسان الخاصة والعامة في الدنيا والآخرة. فأيضا هذه المقدمة أيضا بمفردها لو لم تضاف إلى تلك المقدمة الأولى أيضا بمفردها نكون ملزمين بالعقل أو بالسيرة العقلائية أن نمتثل هذه الأحكام، لأن الأحكام هذه من أجلنا ومن أجل تنظيم حياتنا في هذه الدنيا وفي الآخرة، من أجل تنظيم حياة الإنسان الخاصة وتنظيم حياة الإنسان العامة بينه وبين الله سبحانه وتعالى وبينه وبين باقي العباد. فعندنا أصبح عندنا مقدمتان
كل منهما أو بمجموعهما يشير أو يلزمنا، كل منهما يلزم الجميع، أو عقلا لنقل أو عقلائيا يجب علينا أو يترتب على تلك المقدمتين أن نمتثل تلك الأحكام، لنقل نعرف تلك الأحكام أولا وبعد ذلك نمتثل تلك الأحكام. مقدمة أخرى بعد أن استحصلنا أو تحصلنا أو استنتجنا تلك المقدمة اللي هي تتكون من مقدمتين أو كل منهما قلنا هي مقدمة، نقول إن الأحكام الشرعية، أو بأسلوب ربما أو بعبارة أخرى نقول إن معرفة الأحكام الشرعية، إن معرفة الأحكام الشرعية وامتثالها ليس واضحا وبديهيا لجميع البشر. سبب عدم الوضوح يرجع إلى عوامل عديدة، والبعد الزمني له مدخلية رئيسة في تحقيق عدم الوضوح. عامل وعنصر وحيثية التقية التي مر بها أهل البيت سلام الله عليهم، عملية المحاربة والإتلاف للتراث المقدس المعصومين سلام الله عليهم، عملية التزوير والكذب والافتراء على أهل البيت سلام الله عليهم، عملية الدس والتحريف، وأمور كثيرة تدخل في هذا الأمر وتؤدي إلى عدم الوضوح في الأحكام التي وصلت إلينا. إذا بعد أن علمنا أنه يجب علينا أن نعرف الأحكام حتى نمتثل تلك الأحكام، وبعد أن علمنا بأن هذه الأحكام لا يمكن أو ليست بواضحة حتى تمتثل، ليست واضحة وليست بديهية لجميع البشر حتى تمتثل، إذن لا بد من إجراء البحث العلمي ولا بد من إجراء الدراسة الواسعة حتى نعرف تلك الأحكام. والعلم الذي يتناول هذا البحث العلمي هو علم الفقه. فإذا شيء أولي نعلم بأن علم الفقه هو الذي يتناول الدراسة والمعرفة، أو يتناول دراسة ومعرفة الأحكام الشرعية، وهو أيضا يسمى بعلم عملية الاستنباط، قلنا عملية معرفة الأحكام الشرعية. وصلنا إلى هذه النتيجة. هذه النتيجة أيضا نجعلها مقدمة ونقول، نضيف إليها مقدمة أخرى، نقول ولأن الأحكام أو لأن الإمكانات الذهنية والنفسية والمادية لاستحصال أو لإجراء عملية البحث العلمي لا تتوفر عند جميع البشر. إذن إمكانية الإنسان بعمومه، إمكانية الذهنية والنفسية والروحية والمادية غير متوفرة عند الجميع حتى يبحث ويدرس ويستنبط الحكم أو يعرف الحكم. هذا أولا. ولو تنزلنا عن هذا الجزء من المقدمة أو هذه المقدمة الثانية وقلنا لو حصلت الإمكان، لو تنزلنا بوجود إمكانية ذهنية ونفسية ومادية متوفرة، لكن تكليف جميع البشر بالبحث والدراسة يؤدي إلى جمود وضياع المجتمع، فتتوقف، لأن عجلة الحياة ستتوقف.
لأننا عندما نلزم الجميع بالبحث والدراسة، يقينا سينشغل الجميع بهذا البحث، وستترك جميع الأعمال والحرف، فيؤدي إلى جمود المجتمع وضياعه. فينتج من ذلك، بعد أن علمنا أنه يجب علينا أن نبحث، وبعد أن علمنا بأن البحث على الجميع غير ممكن، أما غير ممكن ذاتا أو غير ممكن لأنه يؤدي إلى الضياع، فينتج من ذلك أن العقل أو السيرة العقلائية تلزم البعض، ماذا تلزمهم بالتصدي للبحث والدراسة واستنباط الأحكام الشرعية. وما هي الثمرة أو ماذا يفعل هذا البعض؟ يتصدى البعض فيرجع إليهم باقي الناس لمعرفة هذه الأحكام، وهذا هو شأن كل علم وكل حرفة. إذن الفقه، العملية الفقهية، عملية الاستنباط، عمل الفقيه، هي من القضايا البديهية ومن القضايا الضرورية ومن القضايا المفروضة في المجتمع الإنساني. فكما أن المجتمع يحتاج إلى المهندس ويحتاج إلى الفلاح لنقل أو المزارع، ويحتاج إلى العامل، ويحتاج إلى الطبيب البدني، يحتاج إلى الطبيب الروحي أيضا. إذن نقول الفقيه أو المجتهد، هذا اللي قلنا على البعض أنه يكون أو يلزم البعض التصدي للبحث والدراسة. من هم هؤلاء البعض؟ البعض مقصود أو المقصود بهم هو الفقيه أو الفقهاء، والمقصود بهم المجتهدون. الفقيه والمجتهد هو الذي يعني عندما يتصدى البعض يصبح كل منهم فقيها أو مجتهدا، وبعد أن ينال هذه الدرجة وهذه المرتبة العلمية يرجع إليه في معرفة الأحكام الشرعية. إذن ما هو عمل الفقيه؟ إذن الفقيه أو المجتهد عمله استنباط الأحكام وتحديد الموقف العملي تجاه تلك الأحكام. يعطينا الموقف، ماذا نعمل، ماذا يعمل المكلف. وطبعا هو الفقيه والمجتهد من المكلفين أيضا، هو يعني عندما يتوصل إلى الموقف العملي هو المفروض أول من يعمل. بهذا الأمر أو بهذا الحكم أو بهذه النتيجة التي توصل إليها. إذن فالفقيه قلنا هو الذي يستنبط الأحكام، وهو الذي يجري عملية البحث العلمي والدراسة، ويعرف لنا ويتوصل إلى الحكم الشرعي ويحدد الموقف العملي. فهو يمارس ماذا؟ يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة. أي حدث، أي واقعة، هو يعطينا الدليل. الأحكام اللي يعطيها يقينا يعني لنقول هكذا مفروض حسب الفرض أو الحكم الأولي أن تكون فيها تغطية تامة لجميع الأحداث والوقائع التي تحصل في هذه الحياة. إذن من هذا الطرح عرفنا، بعد أن علمنا أو عرفنا ما هو أو من هو الفقيه أو ما هو عمل الفقيه، إذن من هذا نعرف ما هو الفقه. فالفقه هو علم يتولى، ما هو الفقه؟ هو علم يتولى
إيضاح أو لنقل دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة أو تجاه الأحكام الشرعية في كل واقعة من الوقائع. كيف يتولى دفع الغموض؟ كيف يدفع الغموض عن الموقف العملي، أو كيف يوضح لنا الموقف العملي؟ يوضح لنا الموقف العملي بإقامة الدليل، يقيم الدليل على الموقف العملي. إذن الفقه هو علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة، أو نقول هو علم يتولى إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي. أو الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية، علم معرفة الأحكام الشرعية، علم تحديد الأحكام الشرعية. النتيجة إذن نحصل على موقف عملي. نحن كمكلفين وعلمنا بأن يوجد قانون عبودية، علينا أن نمتثل، علينا أن نطيع، علينا أن نكون عباد وعباد صالحين. فحتى نكون بهذه الصورة، حتى نكون بهذا المقام، علينا أن نعرف الأحكام، وعلينا أن نمتثل الأحكام، علينا أن نجري الموقف العملي. هذا الموقف العملي الذي يتوصل إليه الفقيه، قلنا يقيم الدليل عليه. هذا الموقف العملي الذي يتوصل إليه الدليل، يتوصل إليه الفقيه بالدليل، فيه طريقان. الطريق الأول أن الفقيه يعين الحكم الشرعي، ويكون تعيين الحكم الشرعي بالدليل المحرز. إذن عند الفقيه أصبح أكثر من نوع من الأدلة، فإذا توصل أو حدد الموقف العملي بالدليل المحرز، نقول قد توصل بالدليل المحرز إلى تعيين الحكم الشرعي، فيكون الموقف العملي وفق الحكم الشرعي الذي توصل إليه بالدليل أو الذي أثبته بالدليل المحرز. والأسلوب الثاني أو الطريقة الثانية أو النوع الآخر من الأدلة على الموقف العملي، النوع الآخر من الأدلة هي الأدلة العملية أو الأصول العملية. وهذه الأصول العملية لا تؤدي بنا أو لا تؤدي بالفقيه إلى أن يتوصل إلى الحكم الشرعي، وإنما تعطي، يعني لنقول هكذا، تعطي للفقيه معرفة أو تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي، بعد أن لنقل يتعذر على الفقيه الوصول إلى الحكم الشرعي، ويتعذر على الفقيه تعيين الحكم الشرعي بالدليل المحرز، يعطي وظيفة عملية. هذه تفصيلها إن شاء الله في المراحل، لا نقول في الدروس اللاحقة في هذه المرحلة، وإنما في المراحل اللاحقة، الحلقة الثانية، الحلقة الثالثة إن شاء الله في البحوث الخارج، يكون يعني نعرف ما هو الفرق وما هو التفصيل. لكن نريد في هذه المرحلة وفي هذا المستوى أن نعرف هذا الشيء، أننا يجب على كل مكلف أن يكون عنده موقف عملي تجاه أحكام الشريعة. هذا الموقف العملي إما
يحدد بدليل محرز أو يحدد بدليل عملي أو يعني بأصل عملي. وعرفنا أيضا بأن الدليل المحرز يعين الحكم الشرعي، أما الدليل العملي أو الأصل العملي وهو يحدد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي بعد أن يتعذر على الفقيه التوصل إلى الحكم الشرعي بالدليل المحرز. من هذه أيضا نستطيع أن نستشف شيئا أو نستنتج شيء. لو سألنا الآن نقول الآن عمل الفقيه فيه جانب ترتيبي لنقل أم بالعرض؟ يعني عندما يأتي الفقيه الآن أنتم كل منكم ليسأل نفسه، لأنه عندما كل منكم لو يعني الله سبحانه وتعالى وفق العديد إن شاء الله منكم لأن يتصدوا لعملية الفتيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يبرئ الذمة، فنقول لنقول نسبق الأحداث أو الأمر ونسأل نقول هل ستبحث في الدليل المحرز لتعيين الحكم الشرعي أم تبحث بالأدلة العملية والأصول العملية تحديد الوظيفة العملية أولا؟ بلي نعم إن شاء الله يكون أكثر في أذهانهم الإجابة، لأننا أولا كما نحن قلنا من خلال سياق الكلام قلنا بعد أن يتعذر عليه تعيين الحكم الشرعي بالدليل المحرز ماذا؟ يسلك طريق الأدلة العملية والأصول العملية. فإذا الأصول العملية تكون بعد أن نستنفذ الأدلة المحرزة ونستنفذ تعيين الحكم الشرعي من خلال الأدلة المحرزة. فإذا أولا يكون البحث بالأدلة المحرزة ويكون تعيين الحكم الشرعي بالدليل المحرز. بعد التعذر عن هذا نلتجئ إلى الوظيفة العملية أو الأصول العملية. والأصول العملية يعني يقينا إن شاء الله الجميع قد يعني سمع بها أو بمعظمها: الاحتياط، البراءة، التخيير، الاستصحاب. هذه تشمل كل واقعة لم يرد فيها دليل محرز تكون مشمولة في هذه الكليات أو ضمن هذه القواعد الكلية، أو ينطبق عليها أحد هذه القواعد الكلية، إما أصالة براءة أو أصالة الاحتياط أو التخيير أو الاستصحاب. إذن لنقل بصورة عامة يعني كل حكم أو كل واقعة إذا لم يوجد دليل محرز يعين الحكم الشرعي فيها فإنه يوجد أصل عملي يحدد إما براءة وإما احتياط، لنقل هكذا نتمسك بهذين الأصلين. فكل واقعة إذا لم يوجد عليها، هكذا يقول البعض عندما يطرح بعض الأشخاص، كما ربما بعض الاستفتاءات التي وصلت، يعني بعض الناس ممن يريد أن يعني يخدع نفسه أو يخدع الآخرين أو يعني وقع في شبهة، الله العالم بالنيات، لكن عندما يطرح يقول احتياط وجوبي وهذا لا يوجد فيه دليل، ونحن نقول ربما كما لا نعلم يعني الوقت أو المكان، لكن ربما بعضكم أيضا سمع من السيد قدست نفسه الزكية سيد الصدر الثاني رضوان الله عليه، يعني قال لا يوجد حكم أو لا يوجد واقع ليس لها حكم. فكل واقعة هي إما مشمولة قلنا بدليل محرز أو بأصل عملي اللي هو إما براءة أو احتياط، فلا تخلو واقعة من حكم شرعي. إذن
المتحصل مما طرحنا، يوجد يقينا مقدمات لم نذكرها، لكن إن شاء الله تكون واضحة عندكم، أنه نعلم يقينا بوجود أحكام شرعية، أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا كالبهائم عفوا، وإنما خلقنا من أجل العبادة ومن أجل التكامل ومن أجل التآلف ومن أجل التنظيم والحياة التنظيمية والحياة الإنسانية التي فيها ما يميزها عن البهائم من العدل والإنصاف والإيثار والكرامة والمبدأ، وأهم شيء التكامل، وكل شيء يرجع إلى التكامل، والتي فيها المقدمية والتي فيها القنطرة والتي فيها العبور والتي فيها الزاد إلى تلك الحياة الأبدية. فنعلم يقينا بوجود أحكام شرعية. كيف نتوصل إلى هذه الأحكام الشرعية؟ علينا أن نبحث، يجب علينا أن نبحث. هل يتمكن جميع البشر من البحث؟ لا يتمكن جميع البشر من البحث، إما لقصور الذهن أو النفس أو القصور المادي، أو لأننا لو كلفنا الجميع بالبحث لتعطلت الحياة وتوقفت الحياة. إذن يجب علينا أن نبحث، والجميع لا يستطيع أن يبحث، إذن يجب أن يتصدى البعض للبحث. وهذا البعض الذي عنده هذه القدرة أو عنده القدرة على البحث والتوصل إلى أحكام الشرعية، أو لنقل تحديد الموقف العملي، هو هذا البعض بعد أن يبحث وبعد أن يدرس وبعد أن يتوصل إلى الموقف العملي ويحدد الأحكام الشرعية ويحدد الوظيفة أو الوظائف العملية، هذا الشخص هو المجتهد أو هو الفقيه، وهذا هو عمل الفقيه. فالفقيه هو الذي يعمل والذي يبذل جهده ويبذل ما بوسعه من أجل ماذا؟ أن يتوصل أو من أجل أن يحدد الموقف العملي. إذن عمل الفقيه أن يبذل ما بوسعه، يبذل ما بوسعه، يجهد نفسه، يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. من أجل أن يتوصل إلى الموقف العملي، لأن هذه الرقبة هي جسر قنطرة يعبر عليه الناس، يعبر عليها الناس على ذلك الصراط، يعبرون ويعبرون ويعبرون، وبعد ذلك هذا المفتي يزخ في نار جهنم. وما أسهل دعوى الاجتهاد في هذا الوقت، وما أسهل إصدار الفتوى في هذا الوقت. عندما يوصي المعصوم سلام الله عليه يوصي المعصوم بالهروب من الفتوى، المعصوم يهرب من الفتوى، وهذا نهج وهذا درس لنا، فكيف نتصدى نحن بسهولة
برود وبعناد وبتكبر وبإصرار. إنا لله وإنا إليه راجعون. عموما قلنا الفقيه هو الذي يبذل ما بوسعه، يبذل ما بوسعه من أجل أن يقيم الدليل الذي يحدد به الموقف العملي في كل حادثة وفي كل واقعة من الوقائع. فعلم الفقه هو الذي هو علم عملية الاستنباط، لنقل هو علم عملية التوصل إلى الحكم الشرعي، أو علم عملية تحديد الموقف العملي، أو هو علم يتولى، هكذا نقول. نحن قلنا يوجد أحكام شرعية، عندنا وظائف، نعلم بوجود وظيفة عملية، نعلم بوجوب تحديد الموقف العملي لنا، فهو يدفع عنا هذا الغموض، يدفع الغموض عن الموقف العملي ويحدد لنا الموقف العملي. فدفع الغموض عن الموقف العملي، موقف العملي تجاه الشريعة، تجاه الأحكام الشرعية الصادرة من المولى، هو هذا علم الفقه. هو علم يتولى توضيح الموقف، تحديد الموقف العملي، دفع الغموض عن الموقف العملي. وقلنا الموقف العملي يحدد إما بدليل محرز أو بأصل عملي. إذن بعد أن عرفنا ما هو عمل الفقيه، نحن قلنا نعطي عنوان الفقه أو الفقيه، أو نعطيه عنوان الفقه هو الأصول. نأتي إلى العنوان الثاني الذي هو يعني قد طرح في المقام، تعريف علم الأصول. نقول لو طرحنا هذه المسألة، عندنا هذه المعادلة الرياضية، نقول عندنا 2 يضاف لها 4 يضاف لها 8. اثنان 4 8، المجموع يكون 14. هذه نجمع 2 يضاف لها 4، الناتج 6، يضاف لها 8، الناتج 14. يوجد طريقة أخرى للحل، نقول نأخذ المشترك بين هذه الأرقام. المشترك هو 2، نخرج 2 ونضع قوس هلال، فالاثنان بعد إخراج 2 يبقى 1، يضاف لها 4 بعد إخراج 2 يبقى 2، وال8 بعد إخراج 2 يبقى 4، فيكون 1 يضاف 2 3 يضاف 4 7. هذا الناتج 7 يضرب في 2 يكون الناتج 14، وهو نفس الناتج الأول. فالعدد 2 هو المشترك بين تلك الأعداد. كل عدد من الأعداد هذه الثلاثة هو عبارة
نحن أردنا أن نقرب الفكرة. في علم الفقه يوجد مجموعة من المسائل، كل عدد يمثل مسألة، كل عدد يمثل مسألة فقهية، ويوجد عندنا مسائل فقهية كثيرة، وكل مجموعة من المسائل يصنف تحت باب من أبواب الفقه. الفقيه يبدأ بعدين هكذا نقول، كما يعني يطلع أو طلع الجميع على رسائل عملية، تبدأ بمسائل الاجتهاد والتقليد، ومسائل الطهارة، ومسائل الصلاة والصوم والحج، الخمس، الزكاة، وهكذا تسلسل الرسائل العملية. يبدأ الفقيه مسألة مسألة يبحث عنها، ويتوصل إلى الموقف العملي بالدليل المحرز أو بالأصل العملي. هكذا بدأ الفقه. وتعلمون أنه كلما اقتربنا من عصر التشريع، من عصر المعصومين سلام الله عليهم، تكون مفردات الحياة أقل، من العصر الذي يكون أبعد عن عصر المعصومين سلام الله عليهم. ومع وجود المعصوم سلام الله عليه أيضا عملية الاستنباط تكون ضيقة جدا أو معدومة. أو لنقل هكذا حتى يعني لا ننسى أن نذكر بهذا الأمر، نحن نقول مع وجود المعصوم، مع وجود المعصوم لا نحتاج إلى فقيه وإلى مجتهد، عندنا علم بالحكم الشرعي، نسأل المنبع وأصل الحكم نعلمه من الإمام سلام الله عليه، فلا نحتاج إلى الفقيه ولا نحتاج إلى من يستنبط لنا الحكم الشرعي. لكن نجد السيرة العملية المعصومين سلام الله عليهم قد أشاروا وقد يعني حثوا أصحابهم إلى التفقه وإلى استنباط الأحكام الشرعية، وقد أشار القرآن أيضا إلى هذه المسألة لبعد الأمصار، لصعوبة الاتصال، لتأسيس عملية التفقه وترسيخها في المجتمع حتى يكون لها امتداد في عصر الغيبة المقدسة المعصوم سلام الله عليه. وهذا أيضا يعني بحث تاريخي وثابت في التاريخ، وربما نحن سجلنا بعض المواقف من هذا النوع في مقدمة كتاب الاجتهاد والتقليد، فالذي يعني يريد التفصيل إن شاء الله يذهب إلى يطلع على تلك المقدمة، إن شاء الله يجد فيها ما يفيد في المقام. كلما ابتعدنا عن أصل المعصومين سلام الله عليهم احتجنا إلى عملية الاستنباط وإلى عملية التفقه وإلى احتجنا إلى الفقيه. وكلما دخلت وسائل التحريف ووسائل المحاربة والإتلاف لعلم المعصومين وما سجل وما دون عن المعصومين سلام الله عليهم، وكلما كان الاضطهاد والظلم على المعصومين والمراقبة والسجن والتعذيب والتشديد والتطريد أيضا يكون مصادر التقية للحفاظ على أرواح الناس،
والحفاظ على بيضة الدين والإسلام والحفاظ على المسلمين. أيضا يكون أو تكون الأحكام فيها جانب من الغموض أو من التشابك لنقل أكثر، تحتاج إلى عملية استنباط، تحتاج إلى أهل اختصاص كي يميزوا بين الصحيح أو يفرزوا الصحيح عن غيره أو التام عن غير التام. لا نريد أن نطيل. هكذا بمرور الزمن وجدوا أن بعض المسائل أو بعض المقدمات التي يستعملها الفقيه أو التي يحتاجها الفقيه تتكرر عليه في كل المسائل أو تتكرر عليه في كل الأبواب، وبعض المقدمات أو بعض البحوث لا تتكرر إلا في مسألة واحدة أو في بعض المسائل أو في باب واحد أو في بعض الأبواب. وكما يتقدم كل علم من الجانب التنظيري ومن الجانب الفكري ومن الجانب ومن الجانب الروحي لو دخل في هذه، لنقل كما يتوسع العلم في العرض وفي الطول أو في العمق، نحتاج إلى وسائل أو أساليب تسهل على الباحث. فعمل من عمل والتفت إلى وجود هذه البحوث التي تتكرر أو لنقل التي تشترك في مسائل أو في كل المسائل أو التي تشترك في كل الأبواب أو التي لها شأنية أن تشترك في كل الأبواب، فخرجوا هذه المسائل أو البحوث أو المقدمات المشتركة أو هذه العناصر المشتركة. كما خرجنا في المثال الأول، خرجنا الاثنين من تلك الأعداد ووضعناه خارج قوس كأنما أو خارج هلالين، وبعد ذلك جمعنا ما في داخل قوس أو أدخلناه على ذلك الرقم الكبير وحصلنا على نتيجة. أو لو مسبقا عندنا رقم مضروب أو يضرب في مجموع أرقام في داخل قوس، يدخل على كل واحد منها ويفعل فعله ويضاعف العدد أو يكرر العدد أو يعني يغير العدد، كل عدد من الأعداد في داخل القوس. فهكذا خرجوا المشتركات، وهذه المشتركات التي خرجت صارت تدرس وتبحث قبل الدخول بالمسائل، تبحث قبل الدخول بالمسائل، نحصل على نتائج نهائية من هذه أو في هذه المشتركات فيما يخص هذه المشتركات. وبعد ذلك عندما نحصل على ربما يسمى بديهيات في الرياضيات أو عبارة أولية يطلق عليها هذه العبارة الأولية أو هذه البديهيات أو هذه القواعد التي حصلنا عليها في دراسة المشتركات، هذه نأتي عندما ندخل في كل مسألة من المسائل عندنا هذه القاعدة نطبقها في هذا المكان وفي ذلك المقام وفي هذه المسألة وفي ذلك الباب. والقضايا الخاصة تبحث في يعني كل مسألة في مسألتها، أو كل باب إذا كانت مشتركات في باب واحد تبحث في مقدمة ذلك الباب، أو قلنا إذا كانت خاصة تكون في خاصة بتلك المسألة. هذه العناصر المشتركة الكلية اللي خرجناها في البداية وقلنا نبحث عنها قبل أن ندخل في عملية الاستنباط الفقهي، هذه العناصر المشتركة التي بحثت في أصبح لها بحث خاص. هذا البحث وهذه الدراسة هي
أو هو علم الأصول، وهذه المشتركات هي موضوع علم الأصول. إذن علم الأصول صار عندنا هذا التعريف. علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة. ماذا نفعل بهذه العناصر المشتركة؟ العلم بالعناصر المشتركة اللي أين تدخل؟ العناصر المشتركة اللي تدخل في عملية الاستنباط الفقهي، في عملية الاستنباط الفقهي، أو في عملية استنباط الحكم الشرعي، أو في عملية استنباط أو معرفة الجعل الشرعي، أو هو العناصر أو هو العلم بالعناصر المشتركة اللي أين أحتاجها، أو في أي عملية استعملها؟ في عملية تحديد الموقف العملي، سواء كان عن طريق الدليل المحرز أو الأصل العملي. ربما الوقت أدركنا نقرأ إن شاء الله، وما فاتنا من شرح سنطرحه خلال القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا التعريف بعلم الأصول، أعطينا عنوان الفقه والأصول. بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة، وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى، أنه مسؤول بحكم كونه، هذا قانون العبودية، بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال، مسؤول عن أي شيء؟ عن امتثال أحكامه، امتثال أحكام الله سبحانه وتعالى. بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة، وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية. الله لا يكلف نفس ما لا تطيق، فعليه أن يوازن بين هذه وبين هذه. قلنا إذا تفرغ للجميع للأحكام الشرعية لا يستطيع، إذا كلفنا كل شخص بالبحث أيضا لا يستطيع، ربما نفس الشخص لا يستطيع، أو لأن المجتمع سيكون في حالة ضياع. فعليه يكون ملزما أو يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية، وباتخاذ الموقف يكون ملزم هكذا بالتوفيق، ويكون ملزما باتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. الموقف العملي قلنا يحدد إما بالدليل المحرز أو بالأصل العملي. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي، ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة. ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع، لو كانت واضحة وضوحا بديهيا للجميع أي شخص يعرفها، لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد. لو كانت الأحكام الشرعية بالوقائع واضحة، لكان كل إنسان يستطيع أن يطبق الحكم الشرعي، يستطيع أن يعرف ما هو موقفه العملي. ولو كانت واضحة لما احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة، ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع، كما يعني نقول دائما ونكرر بأننا لم نأتي بجديد، الجميع لم يأتي بجديد، كل شيء موجود وقد ورد عن المعصومين سلام الله عليهم، وكل شيء قد ورد عن القرآن بكلياته أو بجزئياته، وكل شيء قد ورد عن المعصومين سلام الله عليهم بتفسير القرآن. ولأن القرآن يشمل كل شيء، لكن توضيح القرآن وتفسير القرآن هو عن طريق المعصومين سلام الله عليهم، لذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى عدلا، وجعلهم القرآن الناطق، لأن القرآن بكلماته وبآياته وبالتمسك بظواهره حسب عقولنا القاصرة لا نستطيع أن نتوصل من خلاله إلى
معرفة الأحكام في الوقائع، الأحكام الشرعية في الوقائع، أو الإرشادات والضوابط والأحكام الأخلاقية، أو ما يتعلق بالعقائد أصول الدين والأمور العقائدية. فنحتاج إلى القرآن الناطق، فلذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى، جعل أهل البيت سلام الله عليهم عدل القرآن وثقل الأمة سلام الله عليهم، أحد الثقلين. ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني، عن عصر التشريع، البعد الزمني عن عصر التشريع. من هذه العوامل البعد الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة. كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض، هكذا قلنا الفقه، يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة. كيف يدفع الغموض؟ بإقامة ليس مشتهات وكل ما يريد الإنسان، وإنما بإقامة الدليل على تعيينه. يقيم الدليل على تعيين الموقف العملي، تعيين الدليل المحرز أو تعيين الأصل العملي، ومن ثم معرفة الموقف العملي. وهكذا كان، فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة، فهو يشمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي. إذن ماذا يعمل الفقيه؟ يمارس إقامة الدليل على تعيين، يقيم الدليل، يعمل على إقامة الدليل حتى ماذا؟ حتى يعين، يقيم الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة. وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي. ولأجل هذا العمل الفقيه هو عملية استنباط الحكم الشرعي، أو ما هو عمله؟ يستنبط، يبذل كل ما بوسعه من أجل أن يستنبط الحكم الشرعي. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية، أو علم عملية الاستنباط. بتعبير آخر، علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية، أو نقول علم الفقه هو علم عملية الاستنباط وتحديد الموقف العملي. هذا قلنا يحدد الموقف العملي الفقيه بإقامة الدليل. فهذا تحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بكم أسلوب أو بكم طريق، بطريقين أو بأسلوبين. أحدهما تحديد بأسلوبين. نبدأ الآن. الأسلوب الأول تحديده بتعيين الحكم الشرعي، وهذا قلنا بأي دليل تحديد الحكم الشرعي وتعيين الحكم الشرعي يكون بالدليل المحرز. والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك. أول واحد يعين الحكم الشرعي والثاني يحدد الوظيفة العملية. الحكم الشرعي معرفته أو الوظيفة العملية اثنان هما يعطينا موقف عملي. نفرق بين وظيفة عملية وموقف عملي. الموقف العملي هو أعم، يشمل تحديد الموقف العملي قلنا بأسلوبين. الأسلوب الأول تحديد أو تعيين الحكم الشرعي، والأسلوب الثاني تحديد وظيفة عملية. تعيين الحكم الشرعي بالدليل المحرز، وتحديد الوظيفة العملية بالأصل العملي. قلنا والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه. والأدلة التي تستعمل بالأسلوب الأول اللي هو أسلوب هو تعيين الحكم الشرعي نسميها بالأدلة أو نسميها الأدلة المحرزة، إذ يحرز بها الحكم الشرعي. والأدلة التي تستعمل بالأسلوب الثاني اللي هو تعيين أو تحديد الوظيفة العملية. الأولى كان تحديد الحكم الشرعي، هنا تحديد الوظيفة العملية. الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية والأصول العملية. وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدد الموقف العملي تجاهه بالدليل، يحدد الموقف العملي تجاه
يحدد الموقف العملي، وهكذا استنباط الحكم الشرعي، أي يحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي بالدليل. وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها، عمليات الاستنباط تشترك في عناصر موحدة، العناصر المشتركة في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص. هذه العناصر المشتركة وعملية الاستنباط تطلبت لأنها يعني تسهيل عملية تنظير وتسهيل نضع لها علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول. والموضوع الآخر إن شاء الله يعني في الدرس القادم سنقرأ ونشير إلى ما ذكرناه وما لم نذكر إن شاء الله خلال البحث. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد